مليونير عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق في يوم واحد بس 30 عبد، ودعا ربنا إنه يتوفاه قبل ما يتولى الخلافة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واحد من العشر المبشرين بالجنة، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو عنده 30 سنة. في يوم كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في بيتها، فسمعت صوت رج المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذه إبل عبد الرحمن بن عوف من الشام، وكان عددها 700 راحلة. كان بينفق على أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حارسهم لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمح لهم بالحج سنة 23 هجرية. ويقال إنه لما مات ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى تورمت أيدي الرجال من كثرته، ومن شدة تواضعه كان لا يعرف بين خدمه. شارك في كل الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد ليه بالجنة، وتوفى رضي الله عنه وعمره 72 سنة. أنا مش بكلمك عن بطل في مسلسل ولا فيلم بيمثل الغنى والشهامة، ده بطل حقيقي عاش بطولته في أرض الواقع. وفي النهاية ستة صلاة على النبي.